بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض شوكولاتات بمناسبة السنة الجديدة، طبعا على شكل شجرة كريسماس وعلى أشكال تانية حلوة قوي، وهنزوقها بتزويق بسيط وسهل، وهنعمل حلويات حلوة قوي زي الشوكولاتة الجزائرية اللي أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده في القناة، وهحط لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بصوا الأشكال وبسيطة وحلوة قوي، وهنعمل أحلى شوكولاتة وبكمية، هنعمل كمية كبيرة قوي وحاجات بسيطة قوي. دي شوكولاتة خام وشوكولاتة بيضة. أنا بحب أسيح الاتنين على بعض، يا بسيحها في تحت حمام مية على النار، يا إما في الميكرويف. بصي بعد ما ساحت قلبتهم مع بعض، لون الشوكولاتة هو اللي بيجذب، يعني انتي بتحبي تشتري الشوكولاتة اللي لونها فاتح، فطبعا بصي لونها بقى كده مظبوط ازاي، حلو قوي. خلاص كده بحضر حشوة بقى للشوكولاتة، عبارة عن سوداني ولبن مكثف وبسكوت. بطحن السوداني والبسكوت مع بعض زي ما انتم شايفين كده، واخد منهم شوية اللي انا هستخدمهم، واحط معلقة لبن مكثف كبيرة عليهم واقلب، ودي نوع من انواع حشوة الشوكولاتة. انا بجهز معاكي حشوات قبل ما نجيب القالب ونبدأ نشتغل. اول حاجه ده قالب على شكل شجره كريسماس، وفيه دواير هحط فيها شوكولاته خضراء، شوكولاته حمراء، شوكولاته بيضاء، براحتك خالص. بنزل بالشوكولاته السايحه اهي، وافضل اخبط كده عشان تاخد الشكل حلو قوي معايا وتطلع ناعمه معايا. وانا هحط على ظهرها مكسرات. ده شكل من الاشكال، يعني تقدري تشكلي باللي انت عايزاه، تقدري تحشيها زي ما انت عايزه، بس انا حابه اعملها بالمكسرات، بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا الشوكولاته دي بره غاليه قوي، واحنا كده عملناها باقل التكاليف. طبعا حطيت اهي، بصوا الشوكولاته الحمراء والشوكولاته الخضراء. طبعا ما عندكيش الدوائر دي وما عندكيش القالب دي، هتقدري تشكلي لو انت جايبه القالب شجره كريسماس او اي حاجه بالشوكوبون الملون. طبعا احنا كده ما لزقناهاش، هوريكي برضو بتتلزق بشوكولاته سايحه، يعني بسيح شويه شوكولاته واحطهم في ظهر كل دايره. هنعمل خطوة خطوة مع بعض. ودي شكل نجمة كانت عندي، حبيت اعمل منها اخضر واحمر وبرضو هلزقها. بصوا دي واحدة تانية عملتها. السبرينكلز ده خطير بجد، مبهج، يعني اداني شكل شجرة الكريسماس المبهجة، وفرح الولاد قوي، يعني لما يشوفوها هيفرحوا جدا، بجد حلو قوي. خلاص كده دي اهي، انا بوريكي هنا بلزقها ازاي. بجيب شوكولاته سايحه وابدا بقى كوره كوره اهو، بصي احط في ظهرها والزق. انتي مش لازم تعملي شجره كريسماس، على فكره القوالب دي متوفره في كل مستلزمات الحلويات، بقت باشكال كتير قوي، تقدري تعملي افكار كتير قوي. انا اديتك فكره، انتي تقدري تعملي افكار احلى مني بكتير. بصي شكل الشوكولاته، حطيت بقى سبرينكلز برضو لزقته بشوكولاته عشان ما يقعش، حلو قوي. طبعا شكلها حلو ومبهج. وعملت بقى اشكال تانية زي ما انتوا شايفين كده برضو بقوالب. ده قالب تاني بقى هحط فيه حبة شوكولاتة، انزل بحبة شوكولاتة تحت خالص بظهر المعلقة كده، بنزل عشان افرده. انا اخبطه كده جامد عشان الشوكولاتة تتفرد زي ما انتوا شايفين كده وتبقى ناعمة. تمام. ابدا احط في القالب كله او في الجزء اللي انا هعمله بس، خلاص كده واسيبه يبرد. بصوا عملت تاني اهو اشكال تانية برضو بالبندق، وعملت اشكال تانية بالسبرينكلز. دي خلاص نشفت. اجيب بقى الحشو بتاعي واحطه بقى كده، كل واحدة هحط فيها الحشو لحد ما اخلصه كله، احطه في التلاجة برضو تاني لحد ما يجمد خالص. بصي لما يجمد هتطلع شكلها تحفة. تقدري بقى تحطيها على ورق اللي هو بتاع الشوكولاتة، او اللي هو بتاع الكب كيك الصغير ده، في التقديم خطيرة. وانا عاملة منك الحلويات الجزائرية دي، عاملة معاكي الحلويات الجزائرية دي في القناة بكل الاشكال وبالوان وتحفة. بصوا بقى دي الاشكال اللي عملتها كلها، عملت اشكال كتير قوي، حبيت اوريكي حاجة بسيطة قوي. يلا قومي اعمليها، يعني بجد بشوكولاته خام هتعملي احلى اشكال. وبقوالب انت جيبي بقى كام قالب كده وبدعي، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين.